ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هنعمل وصفة سويت اند ساور تشيكن. هنا معايا صدرين من الفراخ، انا قطعتهم وكنت نقعاهم في ليمون. دلوقتي انا هغسلهم غسلة وهسيبهم يتصفوا. قطعتهم كده مكعبات صغيرة، مش عايزاها كبيرة قوي ومش عايزاها صغيرة قوي، عايزاها حلوة كده مكعبات زي ما انتم شايفين. هنا هنحضر الخلطة اللي هنحط فيها الفراخ. معايا نص كوباية من الدقيق، هنحط كمان معاهم معلقتين كبار من النشا، وحطيت نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهحط كمان معلقة صغيرة من الملح، وكمان هحط نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وضفت كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة من الثوم البودر، ونص معلقة من الفلفل سوري البصل البودر والثوم البودر، وهحط كمان نص معلقة صغيرة من الزنجبيل. وهنا معايا 2 بياض بيض، انا عايزة البياض بس مش عايزة الصفار. وهبتدي ان انا اضيف المية، هحط نص كوباية من المية لحد ما يبقى الخليط معايا. انا عايزاه، مش عايزة الخليط تقيل، انا عايزاه خفيف، مش خفيف قوي ومش تقيل قوي برضو، يعني يكون زي ما انتم شايفين كده معايا. هنا هقطع الخضار، وهنا انا عاملة الكمية دي عشان خاطر انا هقسم الخضار نصين، نص للفراخ ونص للمكرونة. هنا معايا فلفل اصفر واحمر وفلفل اخضر، عايزين تضيفوا جزر تمام وبصل. انا مش بحب احط جزر، انا بستكفي بس بالفلفل والبصل. وهنا هحضر بقى الصوص بتاع الوصفة. معايا كوباية كبيرة من الكاتشب، هضيف عليهم 4 معالق صغيرين من السكر، وهحط كمان معلقة كبيرة من الصويا صوص الغامق عشان ده بيدي لون حلو جدا. وهنا انا ضفت معلقة كبيرة من دبس الرمان، خطوة اختيارية ممكن تستغنوا عنها عادي. وهبتدي اقلب الصوص ده، هيبقى معايا بالمنظر ده كده، اللي مغمقه كده طبعا الصويا صوص زي ما قلت لكم. وهنا كنت حمرت بقى الفراخ، وهنا انا قسمت الخليط نصين زي ما قلت لكم. هنا كده النص بتاع الفراخ، وهضيف عليهم نص برضو من الصوص اللي عملته، نص الكمية للفراخ ونص الكمية للمكرونة. وهنا كانت جميلة جدا، طعمها حلو جدا، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. باي باي يا حلوين.